بجد ده احلى ديكور شتوي ممكن تعملوه في السقعه دي. عملت حوامل شمع من شويه صلصال فوم وغطيان برطمانات والنتيجه طلعت تحفه، ولو بتحبوا الديكور الشتوي اكيد الفكره دي هتعجبكم قوي. هجيب بقى قطعه الخشب دي كده وهبدا ان انا اغلفها كده بصلصال فوم. جبت بقى قطعه صلصال فوم باللون اللبني على القاعده كده، وهبدا ان انا افردها بايديا بالشكل ده، وبنعمها كده بمنتهى السهوله، بتتفرد معايا وبتبقى ناعمه جدا. وببدا ان انا كل ما احتاج باخد كده قطعه من اللي في ايديا وببدا ان انا افردها على القاعده. وعلشان هنا هعمل حامل شموع على شكل بطريق، ببدا ان انا كده اغلف بس نص الدايره دي باللون اللبني من صلصال الفوم، والنص التاني كده هبدا ان انا اعمله باللون الابيض. وبأي حاجة بقى مدورة حددت كده مكان الشمعة دي، كانت قطعة عندي فيها الرسمة دي، حبيت ان انا احدد بيها مكان الشمعة بالشكل ده. بعد كده بقى حبيت ان انا اضيف احجار كده حوالين الشمعة اللي انا هحطها. جبت كده قطعة صلصال فوم باللون الابيض واللون الاسود، وهبدأ ان انا اعمل ميكس ما بينهم كده عشان عايزة لون رصاصي اعمل بيه الاحجار اللي انا هعملها بالشكل ده، اللون اللي انا عايزاه. هبدأ بقى ان انا كده اشكل الاحجار اللي انا عاوزاها، بحط كده القاعدة على جنب، وهبدأ بقى اعمل الاحجار باي شكل عشوائي انتوا حابينه. هبدأ ان انا اضغط كده على كل حجر زي ما انتوا شايفين عشان كده يغطي اي مساحة فاضية او فراغ ما بين كل حجر والتاني بالشكل ده. القاعدة بقت جاهزة، هنبدأ بقى ان احنا نشكل البطريق. هجيب كده كرة من صلصال الفوم باللون الاسود، وهبدأ ان انا كده اعملها على شكل بيضاوي شوية، وبعدين هضغطها بالشكل ده بقى معايا كده جسم البطريق. هجيب بقى قطعة صلصال فوم باللون الاورنج، وهبدأ ان انا كده اشكل الرجل بتاعة البطريق. وبأداة التشكيل كده هبدأ ان انا اعمل خطين كده من فوق علشان تدي كده شكل رجل البطريق بالشكل ده. وبظبطها كده وبشكلها بايدي بالشكل ده كده عشان تبقى شبه رجل البطريق كده وهو قاعد. وبعمل الرجل التانية بنفس الطريقة، وبعد كده بقى هثبت الرجول تحت كده جسم البطريق بالشكل ده كأنه قاعد كده. بعد كده جبت قطعة صلصال فوم باللون الأبيض، وهبدأ ان انا كده اشكلها على شكل بيضاوي بالشكل ده. وبأداة التشكيل كده هبدأ ان انا اعمل حركة كده بأداة التشكيل من فوق زي مسافة كده او فتحة صغيرة علشان تديني كده الشكل اللي بيكون في وش البطريق من فوق كده. وبعدين هثبتها على البطريق بالشكل ده. وبالأداة دي كده هبدأ ان انا انعم الشكل كده واضغطها كويس على الجسم عشان تثبت اكتر. وبأداة التشكيل كده بحدد مكان العين، وبصلصال فوم اسود حطيت العيون، وصلصال فوم اورنج عملت كده البق او المنقار بتاع البطريق. بس للاسف الكاميرا فصلت في الخطوه دي بتاعه تركيب العين والبق. بعد كده بقى عملت كده حددت بصلصال الفوم الاسود شكل الجناحات بتاعه البطريق وثبتها على جسم البطريق بالشكل ده. هركب بقى جناح البطريق التاني بالشكل ده كده بنفس الطريقه وبظبطه كده بايديا. بس المره دي ثبت قطعه رفيعه كده كانها سيخ شوي في دراع البطريق. ده كده سلك موجود عندي كده رفيع، ممكن تستبدلوه بخلة سنان لو مش موجود عندكم السلك ده. وهبدأ بقى ان انا ادخله كده في دراع البطريق واثبته كويس. هجيب بقى البطريق كده وابدأ ان انا اثبته كده على القاعدة البيضاء كأنه واقف على التلج. هجيب بقى قطعة صلصال فوم باللون الابيض صغيرة كده وهبدأ اشكلها كأنها مارشميلو، وهبدأ ان انا اثبتها على السلك اللي انا عملته كأنه عصاية شواء كده. وبس كده بقى معانا حامل شموع على شكل بطريق شكله قمر قوي. طريقته سهلة وبسيطة لازم تجربوها. وده بقى شكلها النهائي مع الشمعة. تقدروا بقى ان انتوا تحطوا شمعة عادية زي دي او شمعة الكتروني اللي انتوا حابين.